مفاجأة ممكن تحصل يوم الخميس، هل ممكن كونامي تعملها؟ تعمل ايه؟ انا جاي افهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة يا صاحبي وفعل الجرس واللايك الجميل بتاعك. النهاردة يا جدعان جايب لكم باك دوري الأبطال اللي متوقع إنه ممكن ينزل يوم الخميس. ويلا نخش على طول يا صاحبي. أول واحد معانا هو هاري ماجواير يا صاحبي. طبعا اتألق مع مانشستر، هو اللي جاب جون المكسب. متوقع نزول كارت بأوفر 96. يعني الراجل متألق جدا يا جدعان ماجواير، يعني متوقع نزول كارت جامد، والباك ده متوقع بشدة. عندنا بعد كده الواد ونانا يا جدعان، صد بلنتي انقذهم في اخر الدقايق، متألق جدا يا جدعان ونانا. متوقع ينزل الكارت باوفر 97 يا زميلي. يعني هيبقى في مفاضلة ما بينه وبين الواد سومر يا جدعان، الاتنين اتألقوا. ولكن هنشوف كونامي هتنزل مين فيهم. يعني ونانا اتألق وده اتألق، فده 97 وده 97. اكتب لي في الكومنتات تتمنى في مين فيهم ينزل. بعد كده عندنا وضع كانجي. يعني كانجي يا جدعان اتألق برضه مع مانشستر، متوقع برضه ينزل لي كارت بأوفر 97 يا صاحبي الماكس بتاعه. يعني الراجل متألق جدا، يلعب معاك مدافع، يلعب معاك ال بي، فممتاز جدا. بعد كده عندنا الواد فران توريس. فران توريس يا جدعان متألق مع برشلونة برضه، متوقع ينزل لي كارت بأوفر 98 يا صاحبي. فالباك ده يا جدعان متوقع ينزل يوم الخميس الجاي، دي توقعات وتسريبات مش تأكيد. بعد كده عندنا الواد رودريجو. رودريجو يا جدعان متألق برضه مع الريال، متوقع ينزل لي كارت ب 98 الماكس بتاعه. فاكتب لي في الكومنتات يا صاحبي هل ممكن الباك ده ينزل، وتتمنى مين فيهم ينزل من اللعيبه اللي انا قلتها لك دي. عندنا بعد كده جاسوس يا جدعان، جابرييل جيسوس. متوقع يا صاحبي ينزل له كارت باوفر 98. الراجل مسجل هدفيا ومتألق جدا مع الارسنال، فمتوقع ينزل برضه في الباك لو الباك ده نزل معانا. بعد كده عندك يا صاحبي جود بيلينجهام، اللي من ساعه ما راح ريال مدريد يا جدعان نجم اسبوع نزل، عقود ترشيح نزل، متوقع ينزل له كارت باوفر 99. الراجل متألق جدا يا صاحبي. بعد كده يا زميلي عندنا الواد هاري كين يا جدعان، الامير هاري كين يا جدعان متألق جدا مع البايرن، جاب هدف خيالي طبعا من نص الملعب يا جدعان. متوقع نزول كارت 99 على الراجل متألق جدا. فمتوقع يا جدعان كنا بتنزل له كارت 99. فده الباك يا جدعان، يعني الباك ده متوقع يا جدعان وبشدة. فاكتب لي في الكومنتات يا صاحبي، ده كانت توقعات انا، اكتب لي توقعاتك. اكتب لي تتمنى مين ينزل من اللعيبه اللي انا قلتها لك دي، يعني اونانا ولا سومر. اكتب لي يا صاحبي تتمنى مين فيهم، مثلا هل ماجواير ممكن ينزل، هل الباك ده اصلا ممكن ينزل، هل كونامي تعملها. هنعرف كل حاجة يا صاحبي يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. فدي يا جدعان كانت توقعات لبعض اللعيبة. هل في لعيبة يا صاحبي تستحق إنها تنزل وأنا ما ذكرتهاش؟ طبعا يا جدعان اللعيبة اللي أنا أتمناها تنزل يا صاحبي، طبعا اللي أتمناه وبشدة وإنه ممتاز جدا يا جدعان وكرته قليلة جدا يا جدعان، طبعا ده الباك يا صاحبي قدامك. ولو نزل يبقى معانا بالشكل ده يا جدعان زي ما انت شايف قدامك. يعني زي ما كنت بقول لك اللاعب اللي انا اتمناه ينزل يا صاحبي لان كرته قليله جدا يا صاحبي، هيبقى معانا هاري كين يا صاحبي 99. يعني اتمنى ينزل هو بشده. يعني دايما يا جدعان لما بينزل بتكون كروته جامده جدا يا جدعان، وهو لاعب مظلوم جدا يا جدعان، يعني بيتألق. كروته قليله جدا في اللعبه، من اللعيبه اللي انا بعرف العب بيها جدا يا جدعان. وبرضه يا جدعان مهاجم جامد جدا انا بحبه شخصيا، هو خيسوس يا جدعان. اتمنى طبعا ينزل هيبقى معانا 98. يعني انا المهاجم ده بالذات انا بعرف العب بيه يا جدعان. فيعني لو نزل الباك اتمنى اللعيبه دي تنزل. برضه يا جدعان برضه من الناس اللي انا اتمناها تنزل ومظلوم جدا يا جدعان، وهو بلينجهام. طبعا هو بلينجهام مش مظلوم، ولكن لو ما نزلش هيبقى الظالم لانه متألق جدا يا جدعان واستحق ان ينزل له كارت في باك دوري الابطال. يعني متألق جدا مع الريال يا جدعان الصراحه من ساعه ما راح. الراجل عامل شغل جامد جدا يا جدعان، كل ماتش بيسجل. يعني هاري كين يا جدعان اتمناه ينزل، طبعا اللعيبه اللي انا نفسي تنزل يا جدعان. يعني لو ما نزلش هاري كين هيبقى بصراحه ظلم جدا للاعب يا جدعان زي ما قلت لك. بعد كده جابرييل جيسوس يا جدعان، يعني كارت جامد جدا انا بحبه شخصيا، بعرف العب بيه يا جدعان. والناس القديمه كان نزل لي كارت عقود ترشيح كان جامد جدا. بعد كده يا صاحبي عندك رودريجو. يعني رودريجو يا جدعان جامد جدا ومتألق طبعا مع الريال اخر فتره. فمتوقع لو نزل الباك ده متوقع ينزل طبعا في الباك. بعد كده يا صاحبي هاري ماجواير. يعني ماجواير يا جدعان متألق جدا مع مانشستر، هو اللي كسبهم آخر ماتش. فمتوقع لو نزل الباك هينزل على رأس الباك طبعا يا جدعان ماجواير.
هو اللي فوز من الماتش يعتبر هو ونانا. وطبعا يا جدعان ونانا على طول يجي ورا ماجواير على طول، صد بلنت طبعا في اخر الدقايق يا جدعان مع مانشستر في دوري الابطال. بعد كده سومر، يعني سومر متألق جدا، يعني هتكون في خناقة يا جدعان ما بين سومر وأونانا، هنشوف الشركة هتنزل مين فيهم. وطبعا ده الباك يا صاحبي. طبعا يا جدعان يعني أنا لقيت تسريبات كتير جدا على النت يا جدعان، يعني لقيت كلام كتير حوالين الباك ده يا جدعان، تسريبات كتير جدا، كلام هنا كلام هناك. فقلت يا صاحبي لازم اعمل لك فيديو على طول يا صاحبي بكل حاجة منتشرة. فده يا جدعان حاجة منتشرة جدا. فمتوقع الباك ده ينزل زي ما قلت لك، وزي ما عرفنا اللعيبه مع بعض هي دي اللعيبه، لو الباك نزل هتكون دي اللعيبه اللي موجوده فيه. فبس كده يا جدعان، يعني ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا الفيديو متاخر يا جدعان ولكن كنت تعبان شويه. فلايك واشتراك واستنونا في فيديوهات تانيه كتير يا جدعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.